كيف صرتي احسن؟ هلا الساعة 8. ايش شي الدكتور؟ بعده ما اجى هلا؟ ما اجى الدكتور لما اجوا عملوا لي الايكو. اجى الدكتور. ايه اجى وشاف قومي مشان تاكلي. هذا. لازم تاكلي يلا. يلا يلا انا جايبين لك وجبه وانا جبت لك كمان عصير جزر. عصير جزر فريش. هي سمك، اذا بدك جايب انا دجاج كمان، جايب عليك سمك. هيك العافية. هيك هي وجبة هيك تشيكن ولا فوقها؟ انت اخي ما اعطيك مسكن؟ لا رحت؟ ما اعطوني. لا لا رحت هلا ما اعطوكي؟ يأتي ما فينا هذا هو في توقيت لا ما بصير يعطوا اكثر. الحمد لله بعد ما خلصوا المسكن رجعوا حطوا لها السيروم. الحمد لله هلا شايفين هي بس عم تاخذ مسكن عم ترتاح. كفي اكلك نوش. هي بشويش. عليك العافية. أحسن الحمد لله المسكن. الحمد لله. كفي فطوري أنا. عادي يا حبي. بس أنت كلي كمان. اكلت السمك. لا من هي كلي السلطة شوي شوي والخضروات كمان. إيه بشويش. افتح لك عصير الجزر. بعرفك كثير بتحبين عصير الجزر. خليه شو؟ على نار. يلا خلي لك. طمنكم شو حكى الدكتور. قال انه في عندها جلطة بالرئتين وفي عندها انسداد بالشرايين، بس طمني قال لي الحمد لله انه ما احتجنا نحط لها قسطرة، لانه جيتوا انه يعني على السريع باسرع وقت انه دخلنا المشفى، لانه انا لما شفت حالتها لنور بالبيت وانه توجعت دغري اخذتها اسعاف. فقال لي هذا كتير منيح انه لا سمح الله لو خليتوا لها ثاني يوم مثلا انه ما جبتها فبصير الموضوع انه كتير خطير يعني. الحمد لله رب العالمين يسر انه دخلنا الطوارئ وحللوا وصارت كل هالاجراءات شفتوها. فاللي خبرني عليه الدكتور انه الحمد لله ما احتاجت قسطرة لانه عندها الاكسجين للمية. اللي طالما انه موصل للمية و98 وهيك انه الامور بخير الف الحمد لله. بس قال لي اذا بينزل تحت ال90 ل80 او هيك اللي لازم يعني بياخذوا اجراءات تانية، عرفتوا كيف؟ مشان يرفعوا الاكسجين. ايه يلي صار هلا انه مو في الانسداد بالشرايين، فهن عم يعطوها طريقة العلاج عم يعطوها ابر كل فترة وفترة، عم يعطوها ابر مشان يصير انه يعني تمشي الامور تبع الدم، عرفتوا كيف؟ انا ما بعرف المصطلحات الطبية بس هي مثل الدم يصير انه يعني مو بيكون انه متختر، يصير انه سائل او شيء وهيك. ف بس انا شغلة واحدة عم تضايقني بصراحة
انه يا حرام لما عم يخلص المفعول المسكن شو عم يصير؟ عم تموت من الوجع. بس لما بيعطوها المسكن بياخد مفعوله بتنام، يعني بتنام وبترتاح الحمد لله. هلا يعني اخذت من الوجع، بس لما بيعطوها المسكن بياخد مفعوله بتنام، يعني بتنام وبترتاح الحمد لله. هلا يعني اخذت المسكن كلها خلصتها واكلت وهلا رجعت نامت. شايفين؟ بس شو اللي بيصير هلا بس يخلص مفعول المسكن؟ يعني مستحيل تقدر يعني انه بدون المسكن، عرفتوا كيف؟ فانا سالته للدكتور انه يعني انه رح تضل على المسكن، فحكى لي كمان انه هي ما عم تقدر تاخذ نفس، فحكى لي هو كمان انه هي ما عم تقدر كمان تتنفس. يعني من ضمن العلاج المفروض انه هن عم يعطوها الابر مشان الدم ومشان الجلطه، وبنفس الوقت كمان انه لازم هي تحاول تاخذ نفس، يعني تحاول تتنفس، عرفتوا؟ فهي نفسها انه صاير يعني جدا جدا انه يعني ما عم تاخذ نفس كالعاده. يعني مثلا اللي لازم تعبي الرئتين، تحاول قد ما بتقدر تحاول تعبي الرئتين. وهي شو اللي عم يصير معي يا حرام؟ لما عم تيجي لتعبي الرئتين فعم تطلع الاوجاع كلها. مثلا لما بتعرفوا انتم لما الواحد بتروحوا اي دكتور بده يفحصكم بيقول خذوا شهيق وزفير، يعني هي بصير فيها انه تتعبى الرئتين هواء، هي ما عم تتعبى عندها. فالدكتور اللي وصل لي اياه انه لما بتاخذ الشهيق انه كتير منيح مع العلاج، انه كمان هذا بيسرع انه ان شاء الله تطيب، عرفتوا؟ بس ان شاء الله يا رب هيك متأمل خير، لانه طمني كتير، قال لي انه طالما هيك انه قال لي الف الحمد لله. انا سالته قلت له دكتور يعني انه جلطه لا انه مو حاطين لك قسطره وعم تتوجع وهيك؟ قال لي بالعكس كتير انبسط. قال لي تخيل انت انه نحط قسطره او هيك، قال لي هذا شيء مو منيح انه لجسم الانسان او للرئتين. قال لي اما هو هيك هلا طبيعي، بس نحن عم نعطيه شيء للدم انه يكون كل شيء طبيعي، لانه الاكسجين مثل ما فرجيتكم انه للمية كل شيء طبيعي. قال لي طالما الاكسجين طبيعي وضربات القلب طبيعيه، قال لي ما بتحتاج غير انه نعطيها الادويه. وان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب انه بركي بكره هيك نتبشر بشارة خير ان شاء الله. كمان يعني انه هن عم يتابعوها، وكمان الدكتور جاي بكره وان شاء الله خير يا رب. ما تعتبوا علي وما تواخذوني، عم بحكي وعم حاول اجمع لكم يعني كل شيء كلام مستوعبه، لانه مالي نايم ويعني وفايت مثل ما بيقولوا ببعضي، الله وكيلكم. يعني بتعرفوا تفكير بالبيت والولاد ومريتا ونور، واللي عم يدق لي على التليفونات بده يطمن على نور، وانتم كمان بنفس الوقت بدي اطمنكم. والله عن جد ما تعتبوا علي، معلش يعني. انا ان شاء الله رح طمنكم اول باول، وعن جد شكرا كثير لكم. شكرا لكل مين دعا لنور، كل مين كتب كلمه طيبه، عن جد شكرا كثير لكم. انا عم حاول انه اكون معكم لحظه بلحظه، لانه بعرف قديش انتم بتحبوا نور، بتحبوا عيله عصام ونور. فانا ان شاء الله رح صير طمنكم اول باول. في شغله جدا مهمه بدي لكم عليها، انه انا حكيت لكم شو اللي صار معي، الله يعافيها يا رب. وكثير منكم يعني انه كتب مثلا انه ليكون صار معها هيك مثلا من الاكل الحار، ليكون صار معها مثلا انه من المنبهات اللي بتشربها مثلا مثل الكوفي والشاي. وكثير منكم بصراحه يعني اعطاني كثير اشياء انه احتمال يكون السبب، وللامانه والله العظيم الدكتور قال ما في اي سبب، وعملوا سكان للجسم كله، عرفتوا؟ وما خلوا مكان ما فحصوا، وما خلوا شيء ما سووه. انه سبب انه مثلا يعني هي جلطة الرئة هي في لها اعراض، يعني حتى انا اليوم نزلت لكم انه في شو اعراضها، مثلا انه الاعراض اللي اجتها هي بالبيت تبع وجع الكتف وهيك وهيك، انه هي انه جلطة. بس اما هي مثلا بجوز في لها مضاعفات، انه مثلا حدا يكون مثلا يعني شلون بدي لكم، يعني في كتير من المتابعين كتبوا لي انه مثلا انه بجوز انه اذا مثلا بتاخذ مثلا اي شيء مثلا مثل ادويه او هيك، انه بجوز انه لا سمح الله ياثر. فهي الحمد لله لا بتاخذ مثلا انه اشياء تضرها، ما في اي شيء. الدكتور اللي بدي اوصل لكم اياه يعني قال لي ما دخل اي شيء، اجتها هيك الحمد لله، الف الحمد لله. دائما اقول الف الحمد لله، واي شيء يعني متوكلين على رب العالمين. نحن هي اهم شيء، وهذا نحن الطريق اللي ماشيين عليه بحياتنا. وانا في شغله بدي لكم عليها، انا بعرف والف الحمد لله، وعندي احساس ويقين رب العالمين ما يضرني والله، الف الحمد لله.
لأنه الحمد لله نيتي صافية. ألف الحمد لله. بعمري ما ضريت إنسان، رب العالمين ما يضرني والله. هذا شيء يعني رب العالمين زارعها. ألف الحمد لله. هذا الإحساس جواتي، عرفتوا؟ دائما بتوكل على رب العالمين والله. يعني الحمد لله الحمد لله ألف الحمد لله. دائما أنا بصير معي أشياء وهيك وبعرف إنه رب العالمين معي دائما، أنا وعيلتي وأولادي. ودائما ألف الحمد لله كل الأمور بتمرق ونرجع لحياتنا الطبيعية. ألف الحمد لله.